نسوش، احنا اتكلمنا في الإدارة، اتكلمنا بعد إذنكم في الأمراض السرطانية وقلنا فاحنا دلوقتي هنبدأ ناخد أول سؤال من الأستاذ محمد. يجي اللي عايز سؤال كده يطلع. الأستاذ محمد اللي احنا أول واحد. تعال اتفضل على المنصة. اتفضل يا أستاذ محمد. تعال اتفضل. عشان يبقى تستفسر. ابدأ بقى، عايز تسجل ابدأ. لا يلا بينا. أستاذ محمد إيه يا حضرتك؟ تعال هنا. أنا كنت بستفسر بس على كل حكاية لو حضرتك قلت الوصف الصوت كل يوم لمدة 3 أسابيع. لا شفتوا بقى؟ الغي بقى. لا ايوه. أنا دكتور بس عايز أعرف حاجة لعلاج قرحة المعدة. بصوا يا جماعة، لقرحة المعدة بصفة عامة طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم ان قرحة المعدة أو العلاج بتاعها علاج بالتغذية العلاجية. التغذية العلاجية ملوش علاقة خالص لا بالروشتة ولا بالصيدلية. إلا إذا لو أنا خد لك فيتامين كذا فيتامين كذا. طب أنا عندي قرحة في المعدة شديدة جدا. في ناس بتشرب مية قرحة المعدة بتاعتها بتعيط منها. بيعيطوا من المية. طب احنا نمسك ايه؟ همسك المية أول حاجة يعني. أول حاجة همسك المية هغليها دقيقتين. ممكن تسخن 6 ساعات ماليش دعوة. أنا قلت الغلي تغلي دقيقتين فقط. ليه؟ عشان يتبخر منها مادة الايه؟ كلور. الكلور. مجرد ما مادة الكلور بخرت جميلة جدا للضغط وجميلة جدا للمعدة لأن هي بتأثر على الضغط وترفعه. يبقى أول حاجة أنا ضمنت إن أنا هشرب مية مش هقول مية إيه؟ يا معدتي. ليه؟ لأن تاني حاجة أنا عايز أعمل طبقة عازلة للمعدة لأي حاجة حضرتك آخدها، لأي حاجة آخدها بعد كده. أنا بعالج المعدة الأول. بعمل إيه؟ بدي حبوب الشيا غير حب الرشاد عشان ما يدخلش الكلام في بعض. حبوب الشيا غير حب الرشاد. حب الرشاد انا قلنا هنكتب عشان ما حدش يستغرب. حب الرشاد قلنا لحاجه معينه هذكرها بعدين تاني، انا ذكرتها هذكرها بعدين. لكن الثانيه حبوب الشيا. حبوب الشيا تتاخد معلقه على الكوبايه وتتقلب وتتساب كمان زي 10 دقايق تعمل زي طبقه جيلاتينيه واشربها. دي هتعمل ايه عندي في اسمها ايه يا استاذ؟ تعمل ايه في الماء؟ قلنا هنكتب حبوب الشيا وليس الشيء. ليس الشيء. شين ألف إيه ألف أو شين إيه ألف. ما كل ما أنت عايز تستفسره أنا مع الكل أرد 100 مرة عليه. هنقول حبوب الشيا غير حب الرشاد عشان ما نخشش الموضوع بعض. هكتب لك الوصفة دي لأن بقول الوصفة دي بقرحة المعدة. دي بتعمل عملية طبقة جيلاتينية عازلة للمعدة. دي أول حاجة. النقطة الثانية قصة تنقول الفراخ اللي الناس كلها معروفة بترميها واللي يشمئز واللي يقول لك ايه ومش معلش يعرف ان دي فيها مادة كلوجين بنسبة كبيرة جدا بتتغلى كانها بتتسوى. وده رجال القطة دول البوبي في الشارع انتوا حرين. خدوا بقى الشوربة بتاعتها كوباية كل يوم الصبح تحطوها بعد كده في الثلاجة وعليها شوية صغير عشان تتفاعل شوية صغير فلفل أسمر قليل جدا نص ليمونة واشربها بالهنا والشفا كل يوم كوبايه عبيه. خلصت قد ايه يا عم؟ 20 يقول فلان ما انت هترميها ولا هتديها للقطه؟ انا عايز ايه؟ لغايه انا ما الاقي بعد اسبوع 2 3 ايه الزبده عندك ايه؟ لا الحمد لله تشرب ميه كويس الحمد لله. طب تاكل كويس لقرحه المعده. تاكل كويس الحمد لله. في حاجه الحمد لله. في بقى حاجه احنا بنقولها قبل قرحه المعده لسبب. تنظيف القولون ده من الحاجات المهمه جدا. يشغل الكبد كويس، يشغل المعده كويس، يشغل. طب تنظيف القولون هكتبه بس هقوله برضه هكتبه. ولما اقوله كانكم ما سمعتوش حاجه لان المهم يتكتب. هي عباره عن نص معلقه بن وليمونه 3 شط بالليل قبل ما انام بنص ساعه على ميه سخنه زي الكشري ما اغليش واشربها. الصبح عليه 3 قراصية. يبقى انا جاي من البيت عندي قراصية قبل ما انام نص معلقه بن. كنا هنكتب عشان اللي مش عايز يسمع كويس اللي ما كتبش بقول مش بالسماع. الوصفات ليست بالسماع. ليمونه واحده 3 شط شيل الجزء منها حط نص معلقه بن حط عليها ميه سخنه بتغلي وسيبها 5 دقايق لما تبرد تقدر تعرف تشربها. يشربها قبل ما تنام بنص ساعه. هتقوم من النوم الصبح اول حاجه تعملها بعد ما تتوضا مباشره هتاخد 3 قراصية. القراصية هتجوا في اماكن معينه غاليه ما بذكرش اسماء. المفروض ان مفيش حد عايز يجيب قراصية. لا مش نفع. لا ما هوش جديد يا جماعه في اماكن بتبيع. ما انا بقول كل حاجه خلاص كله يطلع عايزين عشان ما تلاقوش المعلومه. في حضرتك مكان بيبيع غالي قلت سيبك منها. في اماكن ثانيه في المنشاه احنا ولاد اسكندريه مش ولاد محافظه ثانيه. المهم المجفف ينفع؟
منها بس. هو بس اساسا مفيش النظر بتاعها ايه؟ البارود. طيب انت حضرتك بتجيب عندكم مرسوم منشيه، عندكم بناء هتلاقوا ب 100 جنيه و200 جنيه، في اماكن ثانيه هتلاقي 300 بالبطايق، يقول لك مستورد وتركي وصين وبتاع، الكلام ده موجود مكان انت مش محتاج اسبوع 10 ايام. انا نظفت القانون كويس والحمد لله مدى 10 ايام، وانت هتشهد ترتيب القانون زي ناس كتير جدا اخدوه قالوا لي، وفي ناس اخدوه ما قالوليش، مش مشكله عندي يقول لي، بس اللي قال لي ده قال لي ده تمام انا بقيت تمام وحصل كذا الحمد لله. نبدا بقى ناخد بقى ايه، نعالج بيه بقى المعده، قرحه المعده اللي انا قلت سخنت الميه عشان ماده البخار اللي فيه كتير، دي نمره واحد. ماده الكلور. خدت حضرتك حبوب شيا اللي انا برضه كاتبها شين الف ايه الف او شين ايه الف، ما تفرقش زمن تنفع حبوب الشيا. وانا في الغالب بقول للناس كلها مع احترامنا طبعا للاخوان العطارين، في عطار معلش سوري مش ضامن ان هو التخزين بتاعه يكون جيد للاسف، بتبقى محطوطه التخزين رديء سيء في محل تحت قافل 10 12 ساعه، ده في مروحه ورطوبه وبتاع مشكله. فانا بفضل الاماكن برضه مش عايز اذكر اسمها عشان محدش يقول لك انت بتعمل اعلان بتعمل اعلان، حاجات اللي هي المولات الكبيره اللي هي معروفه اللي ممكن يجيب مثلا شوال يخلص في اسبوع، في واحد تاني بيروح يجيب لي 2 كيلو ولا 5 شهور او رديء والتخزين رديء غير جيد. فانا بعمل الكلام ده وبعتمد على الله ثم ان انا بجيب حاجات جيده، يبقى انا خدت لي اسبوع 10 ايام من تنظيم القولون، خدت لي اسبوع 10 ايام في تنظيم المعده. ايه النظام دلوقتي بتاعك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. طب عايز ايه؟ معلش انا مش لازم هو مش لازم نفس الشخص عايز كل ده، انا عندي ماما بس ولا بابا الرجل فيه تشوف تضرب، ونبدا ان احنا نوصف حاجه عارفه انا نبدا نوصف حاجه لو واحد عندي الكبد واحد عندي الدود، نبدا ناخد حاجه. ده سؤال كان للاستاذ محمد. مين من حضراتكم